تعالى كده سريعا نتكلم عن تشكيله النادي الاهلي بكره، ونشوف كابتن عماد النحاس هيبدا بمين وهيحط مين على الدكه وهيحط مين في الملعب. في حراسه المرمى طبعا الشناوي، اربعه في خط الدفاع، واربعه بتوع خط الدفاع دول عايز اتكلم معاك عليهم كده شويه. من اليمين محمد هاني، كوكا، اتنين قلبي دفاع، ياسر ابراهيم وجنبه ياسين مرعي. الاربعه دول محتاجين تدعيمات. اوعى ماتش الزمالك ينسيك ان النادي الاهلي ما عندوش باك يمين قوي، ما عندوش باك شمال قوي. اتنين قلبي دفاع، كان اي هجمه بيجي علينا الماتش اللي فات في ماتش الزمالك كانت بتعمل خطوره. محتاجين تدعيم يمين وشمال وفي خط الدفاع. طبعا رقم 6 هنا مروان عطيه، ونستغل طبعا الحاله الكويسه اللي عليها مروان عطيه، بيعرف يستلم ويطلع بالكوره ويعمل مرحله التحضير وبيعرف يبني الهجمه وبيعرف يضغط. طبعا مروان عطيه، ونسيب ديانج للشوط الثاني. جنبه طبعا على اليمين محمد علي بن رمضان، وجنبه هنا تريزيجيه. على الشمال طبعا بن شرقي على اليمين. وهنا نقطه الخلاف، ناس هتقول لك زيزو وناس هتقول لك الشحات، ولكن رايي انا بقول لك استغل ان الشحات دلوقتي عنده نزعه هجوميه كويسه وعنده روح كويسه وبيلعب بروح. فدي حسين الشحات الماتش ده وسيب زيزو هنا للشوط الثاني، لان وارد هنا يكون الماتش متقفل فتحتاج زيزو بقى يعمل لك نزعه هجوميه الشوط الثاني. نيجي بقى هنا لمركز الهجوم، وطبعا مفيش غير محمد شريف، والنادي الاهلي محتاج تدعيم قوي جدا 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 في مركز الهجوم. نرجع بقى شويه طيب للجناح اليمين، واعتقد طبعا قبل ما انهي الفيديو معاك ان كابتن عماد النحاس هيفاجئنا وهيبدا برضه بطاهر.